السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وسعادة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجلكم يا رب العالمين. معاكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة هتنزلي تحت الفيديو هتلاقي علامة حمراء اللي هي علامة الاشتراك، اضغطي عليها هيظهر على طول جنبها جرس، اضغطي عليه واختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك على طول عندك في الاشعارات بدون ما تبحثي على الفيديو او تبحثي عن القناه. وعذرا على صوتي لان انا عندي التهاب في الصدور، فصوتي يعني ايه بيطلع بصعوبه شويه، فمتاسفه بقى لو صوتي مش طالع لكم قوي او ايه او خانفه كده مخنفه شويه، معلش بقى. النهارده ان شاء الله يا بنات انا هقولك طريقه تعمليها بعد الجماع مباشره لو انت عايزه ولد او بنت. الطريقه دي مجربه ان شاء الله ومضمونه. بتفعليها بعد الجماع مباشره. سواء بقى كنت عايزه ولد او عايزه بنت، انا هقولك الطريقه بتاعه البنت والطريقه بتاعه الولد. الطريقه دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على يعني على ست قديمه، ست بتاعه زمان يعني. هي كانت بتقولها للبنات اللي نفسهم ربنا يكرمهم في ولد او بنت، يعني طريقه تقليديه هي كانت بتقولها وممكن تفعليها، وخدي بالاسباب واعملي اللي عليكي، والتساهيل دي والحاجه دي بتاعت ربنا، بس اعملي اللي عليكي وخلاص. تمام، انا هقول لكم الطريقه النهارده وهقولك هي عبارة عن ايه وبتتكون من ايه. اول حاجة هي الطريقة للحمل في ولد، وهقولك الطريقة للحمل في بنت. بس قبل ما ابدأ طبعا هتنزلي تحطي لايك عشان الفيديو يترفع، يوصل لاكبر عدد من الناس، كمان عشان البنات كلها تستفيد بالمعلومة اللي انا هقولها النهاردة. بصوا يا بنات، دي الطريقة للحمل في ولد ودي الطريقة للحمل في بنت. هقولها الطريقة الاول للحمل في ولد هقولها، بعد كده هقول لكم الطريقة بتاعة الحمل في بنوتة. الطريقه دي بتعتمد ان انت بعد الجماع بتعمليها بطريقه معينه، بعد كده بتنامي على شقك الايمن، ده الحمل في ولد. لكن لو الحمل ببنت بتنامي على شقك الايسر او على جنبك الايسر. بالنسبه للحمل في ولد بتعمليها بطريقه معينه وباسلوب معين، وبالنسبه للحمل ببنت برضو بتعمليها بطريقه معينه وباسلوب معين. الطريقة دي مجربة، كذا بنوتة مجرباها وهي طريقة صحيحة وما شاء الله، يعني ما فيش حد جربها الا لما ربنا كرمه على الحاجة اللي هو عايزها. تمام، بس هتعمليها بنفس المقادير، يعني ما تقوليش انا اجيب بديل او اعمل حاجة بديلة، لا اعمليها زي ما انا بقولك كده بالظبط. اول حاجة هي قبل العلاقة. طبعا احنا عارفين لو انت عايزة حمل في ولد بيتم تشطيب بالكربونات قبل العلاقة، قبل العلاقة بحوالي ساعة او ساعتين. انت بقى قبل العلاقة مباشرة بتاخدي ده زيت زيتون، زيت زيتون بكر. تمام، انا بتكلم دلوقتي على الحمل في ولد، يعني لو عايزة حمل في ولد بتاخدي زيت الزيتون البكر ده قبل العلاقة. تمام، وتاخديه كده بصبع ايدك، بس هتكوني لابسة جوانتي، يعني هتجيبي جوانتي وتلبسيه في ايدك. تمام، وهتاخدي كده بصبع ايدك كده زي ما انا عملت كده بالظبط، وتدخلي في منطقة المهبل، يعني تضعي الصبع في منطقة المهبل وتلفي حوالين منطقة المهبل كلها. تمام، تلفي بالايه بنقطة زيت الزيتون، تلفيها في منطقة المهبل كلها. دي اول حاجة هتعمليها، ده للحمل في ولد عشان تكوني مركزة معايا. تمام، بعد ما تحطيها في منطقة المهبل تيجي جاية على الفوطة دي، ده الكلام ده حصل علاقة وخلاص والدنيا تمام مفيش اي مشكلة. بعد ما تحصل العلاقة وبعد ما حطيتي زيت الزيتون قبل العلاقة مباشرة، يعني قبل العلاقة مباشرة بتحطي النقطة كده وتلفيها في منطقة المهبل قد ايه؟ قد العقلتين دول. ادي اول عقلة اهي، تاني عقلة قد العقلتين دول، بتدخلي صباع ايدك قد العقلتين دول وتلفيها في منطقة المهبل. تمام، بعد ما خلاص دخلت صبعك لحد العقلتين دول ولفتيها في منطقة المهبل، طبعا بتكوني لابسه قفازات، حتى لو ايديكي نضيفه تكوني لابسه قفازات عشان ما ينتقلش اي ميكروب او اي حاجه، سواء من المنطقه نفسها لبره او من بره للمنطقه نفسها. تمام، بعد ما عملتي كده ويحصل بعدها العلاقه، بعد كده يحصل العلاقه، بعد ما يحصل العلاقه تيجي جايبه الفوطه دي اهي وتكتبي عليها هنا الفوطه دي كده ط ه
حرف الطه وحرف اله، وتكتبي ميم ح ميم دال. هتكتبي ميم ح ميم دال يعني اسم محمد، وطه وه، وهتكتبي مصطفى حروف اسم مصطفى ميم صاد. يبقى الاول كتبتي طه ه اسم طه بس حروف، تمام. بعد كده تكتبي ميم صاد طه ف ي يعني اسم مصطفى حروف، واسم طه حروف، واسم محمد حروف، يبقى 3 اسامي هتكتبيهم حروف تحت بعض، تمام. تيجي ماسكه الفوطه كده وتيجي قافلاها كده بالشكل ده زي الحفاضه بالظبط، زي الحفاضه، تمام. وتيجي جايه، مش هتحطيها بقى كده عشان حرام، ده هيكون اسامي يعني تعتبر اسامي انبياء، مش هتحطيها في المنطقه اللي هي تحت، بس هتقفليها على شكل حفاضه كده وتحطيها في الجنب اليمين، تمام. هتحطيها على الجنب اليمين او ممكن تسيبيها زي ما هي كده وهتحطيها على الجنب اليمين، بس طبعا عشان ما تاخدش مكان معاكي وعشان تقفلي عليها البنطلون او ترفعي عليها البنطلون، اقفليها بالشكل ده، تمام. وتحطيها على جنبك اليمين بعد الجماع وتنامي على الجنب اليمين، تنامي على الجنب اليمين بعد الجماع، وتكوني كتبتي ال3 اسامي طه ه يعني طه، ميم صاد طه ف ي مصطفى، ميم ح ميم دال محمد، وتيجي تانيها كده وحطها على جنبك اليمين ونايمه على جنبك اليمين بعد الجماع. دي اول طريقه للحمل في ولد ان شاء الله. نيجي بقى للطريقه التانية اللي هي الحمل ببنت. هتجيبي نعناع، ميه النعناع ده شربات النعناع عشان انا عندي شربات، تمام. انتي ما عندكيش هاتي الميه بتاعت النعناع، يعني هتغلي مع النعناع مغلي، وتاخدي الميه بتاعت النعناع وتيجي واخده كده اهو كده بالظبط، وتحطي في منطقه، تلفي في منطقه المهبل قبل الجماع، تلفيها في منطقه المهبل قبل الجماع او قبل العلاقه مباشره. طبعا تكوني قبلها بساعه عامله تشطيب بالخل عشان الخل بيجعل الوسط المهبلي عندك حمضي للحمل البنوته. وتجيبي فوطه، الفوطه دي هتكتبي عليها اسماء الف س ميم الف همزه، اسماء فاطمه ف الف ط ميم ت. بعد كده هتكتبي اسماء فاطمه عائشه عين الف همزه شين ت، كلهم حروف جنب بعض او تحت بعض مش هتفرق، يبقى اسماء فاطمه عائشه، تمام. وهتيجي تانية الفوطه كده وحطها على جنبك الشمال، تانية الفوطه كده بالشكل ده وحطها على جنبك الشمال وتنامي على جنبك الشمال بعد الجماع. طبعا تحطيها ترفعي عليها البنطلون او تسيبيها زي ما هي كده وتحطيها على جنبك الشمال وترفعي عليها البنطلون عشان البنطلون يعني يثبتها على جنبك الشمال، تمام. بس تعملي الطريقه دي مجربه من ست كبيره يعني سيده عجوزه. دي اسامي الانبياء، ودي اسامي زوجة الرسول وبنات الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، تمام. الطريقة دي مجربة بإذن الله، مضمونة ان شاء الله، عشان لو عايزة حمل بنت او حمل في ولد كله بمشيئة ربنا. طبعا احنا بناخد بالاسباب وبنعمل اللي علينا، وانتي مجرد ان انتي ما تجربي مش هتخسري اي حاجة. اعملي اللي عليكي والباقي على الله. جربي الطريقه دي. لو ما فيش شربات النعناع عندك هتجيبي النعناع وتغلي الميه بتاعته وتاخدي الميه بتاعته وتعملي كده، بس تقلي النعناع شويه في الميه. وده زيت الزيتون البكر، ده للحمل في ولد وده للحمل ببنوته، وده والطريقه دي اعمليها مش هتخسري حاجه باذن الله، ربنا هيكرمك عليها ان شاء الله. طريقه مجربه وانا عن نفسي مجرباها على كذا بنوته وربنا يكرمهم وعقبالكم جميعا. بس كده، ويا رب اكون افدتكم. متنسوش بقى لايك تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.